محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد والماء من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسائل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد وله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وله ومن للحبيب يعشق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك أشكر الأجيال السلام عليك سيد الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك شفاعي بالقيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أشرف الأتقياء السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد السلام على مظلل بالغمام
سيدنا الأنبياء السلام عليك وأتقى الأتقياء يا شوقا وللطيبة ضربة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورزقا ركت عيناي شوقا ولطيبة ذهبت عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب ورزقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغيره تعلق يبكي يسأل قارئه فأتاه الوحي فأمر قلب بالحق تعلق وبغيره تعلق يبكي يسأل قارئه فأتاه الوحي فأبرأ اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواده برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وزمسانه خلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لكم من فائد المنات ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليه مصرف خلقه وجل بالرحمة تعالى قد إرادته الأزلية وكل هذا الأبد المحبوب
فانتشر الأثر سار فيه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، سورة كاملة ظهر في هيكل محمود، فتأطرت بوجودها أكناف الوجود، وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم حسب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي نبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا سيدنا النبي سيدي محمد المالكي حبيب النبي سيدي محمد المالكي حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد المالكي حبيب النبي سيدي محمد المالكي حبيب النبي. أحمدك اللهم حمدا مستميت عند عطاياك التي لا تنحصر، مصليا على ختام الأنبياء والآل وصحب الهدى الأتقياء سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد المالكي حبيب النبي سيدي محمد المالكي حبيب النبي.
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنشر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكثرة ترداد حيث أبرار من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان صلى الله عليه. ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من شر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومرر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه. لا هزته العيون فيما جتلته قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لا هزته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال صلى الله عليه. رفعة في شؤونه قمر الكون فهو موقع مما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبر من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تأكل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور صلى الله عليه. ما ملأ الوجود الخلق نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة جهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل صلوات وجمعها وأزكى تحيات وأوسعها على هذا الأبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها فيه الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح مصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه
ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه وتفيأوا زلال الشرف أصله بوده وحبه ما أطرق وأنا من أشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بشرى لنا نلنا المنى زال لنا وفى الهنا واهدروا أنجز وحده وبشروا أدها معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال الأنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى. لنا بشرى نلنا المنى زال العنا فالهنا يا نفس طيبي بلقاء يا عين كري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين كري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لا لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا واهدروا أنجز وحده والبشر أدهم لنا بشرى لنا نلنا المنى زال الهنا وفى الهنا وارزقني طيبا وتكرم بالإنعام وهي سببا وانا مالي الناس وانا مالي ذكر الرجوع وانا مالي الناس وانا مالي ذكر الرجوع يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي يا ربي انظر إلي يا ربي تب علي وانا مالي غير كمالي 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 وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني
ونور لفؤادي وجلال صدى يا رب أنت الهادي وفقني للهدى ونور لفؤادي وجلال صدى يا رب انظر إلي يا رب تب علي يا رب انظر إلي يا رب تب علي وأنا مالي غير كمالي 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 وفقني للهدى يا ربي أنت الهادي وفقني للهدى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بتقديم وتكريم نفذت القدرة الباهرة من نعمة الواسعة والمنات الغامرة فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه. هاون لوصف الكمال المطلق وحسن التام وزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة وبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله نعمة وهو القمارة الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموطن خروجه صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار الأزاليات بما قضت وأزهرت من سر هذا النور ما أزهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأسلاب الفخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا هير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت سمات راكم لهذه الحروف بأن جركما في هذا القرطاس ما هو لدي من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسلات في بعسر معسر أوصف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترأى للمتألقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون الخير الأنام ولكن أزاني إلى تدوين ما حفظته من سير الأشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبكيت راياته في الكون منشورة على المر الأيام شهور وسنين صلى الله عليه. داعي تعلقين بهذا الحضرة الكريمة ولا حج التسوق إلى السماء أو صفي العزيمة ولعل الله ينفع به متكلم والسامع ويدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروهن بروحه ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa Qur'an lil qalami ayah kutamar kasmu bihi lanamil mimma stafadaul fahmu min sifatil azal abdil mahbubil kamil sallallahu alaihi wa syama'il lati ahsanu syama'il wa kunna sunna anuswita ma balagha ilaina fi syanil azal habibi min akbarin wa asas sallallahu alaihi liatasyarafa bi kitabatil qalam wal kirtas wa tatanazzaha fi gadaikil asma wal absar waqad balagana fil qadisil masyura anna awla sayin alaqahu wa nurul muda fi hadhihi surah sallallahu alaihi wa nuru hadzal habib awalum malukin baraza fil alam wa minu takfaru al wujudul halqan ba'da halqin fi ma hadasa wa ma taqaddam sallallahu alaihi wa qala raja Abdul Razak bi sanahi an Jabir bin Abdillah Ansari radhiyallahu anhu maqal qultu ya Rasulullah bi abi wa ummi akhbirni an awla sayin alaqahu lahu qabla al asya qala ya Jabir inna allaha qabla al asya'i neraka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin sallallahu alaihi faqad warda min hadis Hurairah radhiyallahu anhu anahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nabi nafil halqi wa akhirahum fil ba'ats waqad tarat dati riwayat tabi'an halqi wujuda wa asluhu mauluda walamma qalat isaratul labadiyah laha mulasatun nafiyah iftasat man sya'at minal bariyah bikamalil khususiyah sallallahu alaihi fastadat hazan nurul mubin aslaba wa butun naman syarafas minal alamin fatanaqqala hazan nur min sulbi adam wa ibrahim sallallahu alaihi hatta aslat sayadul ilmil qadim ila man asasat bi takrimil abil karim Abdullah ibn Abdul Muttalib al Qadiril Azim sallallahu alaihi wa umilati yang fi maqafil aminah as-sayyidatil karimatil aminah fatalaqahu sulbu Abdullah falqu ila baniha Wadammatsu aksyawa bima'unatillahi muka fasatan ala haqi hazihi durati wasoniha wa kamalas biri ayatillahi kama warrahaman wafifa la tajidulahu shikola wa la tashku minhu alaman wa la khilaya sallallahu alaihi hatta marusyara wadak zuri min hamri wa qarabu waktu buruzi ila alami syahadatil ditambah sito ala ahli hazal alami fuyuratu fa'li wa tantasiru fihi asaru majlis samin Allahumma salli wa sallim syarfa salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin rahmanir rahim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi نامت أعيني يوما نامت والحنين نما راحت تطويني رؤياك يا رسول الله صلى على النبي محمد sallu alaihi نامت أعيني يوما نامت والحنين نما راحت تطويني رؤياك يا رسول الله أحمد يا نور الهدى شوقا فاق المدائن ترجو
أنت روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوقا فوق المدائن ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوقا فوق المدائن ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداك أنا الطيف قلبي ذابت في يديه يدي نادته عيوني وبها لامس القلب أحمد يا نور الهدى بشوقا فوق المدائن ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوقا فوق المدائن ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداك قوله كوثر سربة للدوايا ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت للبلسم وشفاء ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت للبلسم وشفاء أحمد يا نور الهدى بشوقا فوق المدائن ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوقا فوق المدائن ترجو أن ترى روحي يا حبيبي فداك Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi صلى الله عليه ومن ذلك بها الذروة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتها صلى الله عليه بقرب زور إسحاق هذا سراج والعيون متطابقة إلى بروزه متطابقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لكرسنا تكسبها وسيل عبارة مولنا تنم كمال لساره وما من عملنا ولا سيد الكلام إلا تسبيح أمليها بغلام من بركاته وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متدمية بيت البراء بمملكة أصحاب البرية وبروز من عالم أوفى إلى عالم زور بعد تنقل في البطون والزور صلى الله عليه وأزر الله بالوجود بسط التكريم وبسط في العالم الكبير مادة التصف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه فإنك ربان ودع يا زلبيب أعلنت السماوات والأرض من في النبي الترهيب أنت رجل إلي على أهل رجل تسيد
Walisanatul malaikati tabasir lil alamin alamin Nata'i subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar Subhanallah Alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wal qudratu kasawat kina azal mastur libruza nuru kalan fi alami zuhur nurun faqa kullan wa sallallahu alaihi wan fazalaku hukma ala man atamaulahu hal nikmah menawasilumah an yadura inda wada'iyumah tani sarjana al-asmud wa musyarakatan laha fi hadza simatil mamdud sallallahu alaihi hadarat bitafiqil laysidatul marimu wasaritu asya wa minal huril ani man qasamawla min asrafil bil kismati wafiya fatu waqtu raziratu baula wala uduri wujud hadzal maulud fan falaqas sabahul kamali minan nurin an amud wa barazal amidul mahmud muz'ina lillahi bitazimi wasujud sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika Allah alaika ya Habib salam alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika salawatullah alaika Ashraqal kaunu batihajah biwujudil Mustafa khaman Allah li ahlil kauni unsur wa sururu qad tajajad ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika salawatullah alaika fatrabu ya halal masani fahadarul yumni gharrat Allah wastadi'u bi jamali fakafil husni tabarrak ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika Allah ya Habib salam alaika salawatullah alaika lanal busra bisadin mustamirin laisa yanfa'at haisu tina ata'an
كل حمد فلرب كل حمد جل أن يسوره الآن الله الله أنا بالوجود اذهبنا بالوجود المصطفى هادي محمد الله الله صل يا ربي على أحمد صل يا ربي على أحمد اسمه طه وياسين الله الله المشافى بالقيامة المشافى بالقيامة من أتانا بالفرح الله الله رسول الله أهلا بك إن بك نسأل وبجاه إلهي جد وبلغ كل ما قصاد يا رسول الله جئنا بزيارة قاصدنا نرتدي منك شفاعة عند رب العالمين أستغفر رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا علينا جاء سبيلي قيمنا أدوان رشاد أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا بلغنا بجاهه في جواره غير ما قال أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا الله صلى الله على محمد يا مولاي صلى الله عليه وسلم يا الله صلاة الله تغشى يا مولاي أشرف الرسل محمد يا الله صلى الله على محمد يا مولاي
عليه وسلم يا الله سلام المستمر يا مولاه كل حين يتجدد يا الله صلى الله على محمد يا مولاي يا رب صل عليه وسلم يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Di tengah-tengah kita ada beberapa anak bayi perempuan maupun laki-laki yang insya Allah sama-sama kita akan resmikan namanya sesuai yang telah dimupakati oleh kedua keluarga mereka dan dengan nama yang baik sesuai dengan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Alhamdulillah, nama-nama anak tersebut baik. Yang pertama yaitu As-Sayyid Abdurrahman Toha bin Ahmad Taufik bin Umar bin Abdurrahman Al-Habashi. Yang kedua As-Sayyid Abdullah Adni bin Abu Bakar Al-Kab. Yang ketiga Asy-Syarifah Aqilah Syakirah binti Sadiq Barakbah. Kemudian Muhammad Azhari bin Dari Saputra. Selanjutnya Al-Ashraf Al-Farizi Zahab bin Sipta Adi Pratama. Kemudian yang terakhir Bara Idain Ibni Muhammad Akha Pratama Putra. Mari sama-sama kita mendoakan mereka semoga anak-anak menjadi anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbakti kepada kedua orang tuanya dan bermaaf berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Ala haddin niyah wa kunniyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.
Cek 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asatiz jamaah aqdun nikah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang mulia ini telah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kita bersama-sama nantinya akan menjadi saksi suatu peristiwa yang sangat sakral, yakni prosesi akad nikah antara 3 calon pasang pengantin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara kita akan berjalan baik dan lancar, mendapatkan keberkahan dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa pula kita aturkan buat junjungan agung kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta kita begustiannya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah nikah rahimakumullah. Hari ini Ahad 29 Oktober 2023 14 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Yang akan melangsungkan pernikahan adalah saudara kita yang pertama As-Sayyid Husin bin Fahmi Alatas dengan Syarifah Zainab Hauro binti Al-Habib Abdullah Bahsin. Yang bertindak sebagai wali adalah wali nasab ayah kandungnya Al-Habib Abdullah Bahsin. Mahar fulus khamsamiyah alaf rupiah nagdan. Saksi Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab dan saksi yang kedua Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi. Mari kita ikuti rangkaian proses ijab kabul yang ada di akawun bacaan suratul Fatihah. Kita mintakan kepada guru kita Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab dan harba nikah langsung akan saya sampaikan sendiri. Nawaina mitla ma nawa aslafuna salihin bi tazwiji auladihim wa banatihim anna Allah yubarik lahuma min hadha az-zawaj wa yarzuq lahuma al-arzaq hissiyah ma'nawiyah wa yushib lahuma al-lutub was-sihha wal-afiyah wa yarzuq lahuma al-dhurriyyah as-salihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah alhamdulillahil mahmud bi ni'matihi al-ma'bud bi qudratihi المتعب بسلطانه المرهوب من عذابه وسدوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاحرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام. فقال عز من قائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى
وتعالى أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاه وأعد العذاب العليم عليه. قال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه فليتق الله في النصف الباقي. النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. النكاح سنة الأنبياء وشعار الأولياء وجنة الأزكياء. قولوا جميعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. قولوا تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله من جميع المعاصي والذنوب صغيرها وكبيرها. نستغفر الله من ترك الصلاة ومن التقصير فيها. نستغفر الله من ترك الزكاة ومن التقصير فيها. نستغفر الله من جميع المعاصي والذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. آمنا بالشريعة وصدقنا بالشريعة وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من جميع المعاصي والخطايا. أزوجك ما أمر به بإمساك معروف تحسن بإحسان. يا سيد حسين بن فهمي العطاس زوجتك وأنكحتك محتوبتك ابنتي الشريفة زينب الحوراء binti Abdullah Bahsin bimahar 500,000 rupiah naqdan. qabiltu tazwijaha wa nikaha bi bahri madhkur. Barakallah. Ya, pasangan yang kedua yakni pindah Muhammad Dwi Mukti Anggara bin Mulkan Indra Iraja dengan Mufaddalatul Zahra binti Imam Mahfud. Mahar emas 2 suku tunai. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wali sini Pak.
Mahar. Indra Iraja. Volkan Indra Iraja. Kita sudah ngomong kira-kira. Oke, dibimbing satu. Siapa ini? Mufaddala. Mufaddala itu Zahra. Mufaddala. Ya. Bismillah. 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 Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Ya Muhammad Dwi Mukti Anggara Bimulkan Indra Iraja Yuzawijuka Uzawijuka ala ma'marullah bihi biimsakin min imsakin bima'rufin au tasrihin biihsan. Ya Muhammad Dwi Mukti Anggara Bimulkan bi Indra Iraja zawajtuka wa ankahtuka mahtubataka ibnati mufaddalatu Zahra bimahar kiladah min adh-dhahab hadhihi Barakallah. Salam. Yang ketiga, Ali Subhan bin Muhammad Zuhri Su'aib dan Hikmah Maulia binti Muhammad Syukur. Mahar berapa? Cincin ya? Oh, kiladah minaz zahab. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamun ala Rasulillah Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Ali Subhan bin Muhammad Su'aib Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin bi isanin. Ya Ali Subhan bin Muhammad Su'aib
bin Muhammad Zudi Zu'aib zawatuka wa antatuka mahtubataka ibnati hikmah maulia bimahal akila man zahab kilada mina zahab azihi taddan qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil maharil mazkur. لكما وجمع بينكما في خير وجعل في قدومكم قدوم الخيرات والبركات والمسرات ويسعد لكم اللطف والصحة والعافية ويرزق لكم الأرزاق الحسية والمعنوية وينزل منكم الذرية الصالحة بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillah, bismillah yang lain. Dengan pengantin tanda tangan dulu dengan pengantin wali. Pengantin dengan wali tanda tangan dulu yang belum.
Tes. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum minna salamullahi ma satu'at syamsad duha wa anarat sairal hudabi. Alaikum minna salamullahi man hamarat bil ghaithi muznun wa ma tusqihi min ushubi. Qutufun min zuhuril yasimina nuqaddimuha likullil hadirina wa faydun min tahiyyatina ilaikum tuqirru bihi uyunun nadirina. Salamun kazzuhuri wa kadzilali ila ahli mawaddati wal wisali. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafaddala alaina bi rasulihi wa habibihi Muhammadin afdalil hudati ila sabilih wa amarna bi tawqirihi wa birrihi wa tabjilih wa farada alaina mahabbatahu kama jaa fi tanzilih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan taliqu bi qadrihi wa magamih. Amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram Mudir Ma'had Riyadh Sayyidil Walid Abuya Al-Habib Hamid bin Umar Al-Habshi, wal Mukarram wal Muhtaram Abuya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Habshi, Abuya Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Shihabuddin, Abuya Al-Habib Muhsin bin Abdullah Al-Habshi, Al-Habib Ahmad bin Ali Al-Kaf, Al-Habib Abdullah bin Abdul Muttalib Asgab, Al-Ustadz Al-Habib Syauqi bin Abdullah Al-Kaf, wa jami'il habaib wal asatid wal hadirin yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada antum sekalian. Segala puji syukur kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal habaib wal hadirin wal asatid yarhamni wa yarhamkumullah.
susunan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari ulang tahun Pesantren Ariyat yang ke-52 serta Haul Al-Habib Al-Barakah Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi yang ke-40 sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dengan sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Semoga Allah jadikan acara kita pada pagi hari ini berjalan sebagaimana yang kita harapkan, dipenuhi dengan keberkahan dan kemuliaan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Yang kedua, pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi atau yang biasa dikenal dengan Maulid Simtud Durar yang dibawakan oleh santri pesantren Ariyat 13 Ulu Palembang diiringi dengan hadrah dari Syabab Riyadh. Yang ketiga yaitu akad nikah dan tasmiyah yang tadi dipimpin langsung oleh Al-Habib Muhsin wal Habib Umar Abdul Aziz wal asatid yarhamni wa yarhamkumullah. Kemudian memasuki acara yang ketiga atau memasuki acara yang keempat yaitu pembacaan tahlil dan doa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Habib Al-Ustadz Muhsin bin Abdullah Al-Habsyi fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa astaghfirullah wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah wa tahlil wa tasbih wa salat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نهدي ثوابها ونقدمها لحضرة حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وترته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة أجمعين جميع عباد الله الصالحين ثم إلى روح سيدنا المهاجر اللهم بن عيسى وابن عبيد الله وسلم ثم إلى روح هذا الأعظم سيدنا البقي المقدم الحبيب محمد بن علي بعلى وسلم فرحهم والمقدم الثاني عبد الله مسقاب ثم إلى أرواح جميع آل أبي علوين مكان مشارك الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح متقدم من هذه المنطقة وهذه الجزيرة وهذه البلاد وهذه المؤسسة من آل أبي علوي العلماء والأولياء خصوصا بالذكر الحبيب علي بن الحبيب حامد بن علي بن الحداد محمد بن علي الحداد ثم إلى الحبيب علي بن شقاب ثم إلى الأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن شهاب ثم إلى الحبيب أحمد بن سالم بن عبد الرحمن الشقاب ثم إلى الحبيب أحمد بن حسن الحبشي ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن محمد منور ثم إلى الحبيب عبد الله بن سالم الكاب ثم إلى الحبيب أحمد بن عامي الكاب ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد بن عبد الحبشي ثم إلى الحبيب علي بن شيخ ثم إلى الحبيب أحمد بن شيخ بن شهاب ثم إلى عبد الله بن بن شهاب ثم إلى الشرين علي بن شيخ وبكر بن سالم ثم إلى روح الحبيب لدو عقيل بن محمد بن يحيى وإلى كافة أولياء المشاركة الأرض لا مغربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم باسم رحمته خصوصا إلى أرواح متقدم من هذه المؤسسة جدنا البركة صاحب القول الحبيب عبد الله حبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل الحبشي وإلى أرواح جميع زوجاته وأولاده وبناته وأحفاده وأصباته وذريته وأصولهم وفر منهم الحبيب محمد شوقي والحبيب عمر بن عبد الرحمن الحبشي والحبيب عبد الله بن الحبشي ثم إلى أستاذنا ملاذنا مربع دائنا الله الحبيب أحمد بن عبد الله الحبشي وأخوه الشقيق أستاذنا علي بن عبد الله الحبشي وآخر مع علي حسن الشهيد وأخي عبد المطلب الحبشي وإلى أبويا سيد محمد بن علي المالكي وإلى كافة من يقومون بخدمة هذا المعهد من مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا أحبابنا وذوي الحقوق علينا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ثم إلى أرواح جميع من زاروا معهدنا من العلماء والأولياء والصالحين على هذه النية وكنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حقنا لا نحيا وعليه نموت وعليها وبها نبث إن شاء الله من الآمين آمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فاتحة وآية الكرسي وثلاثة من كل الله أحد ومبتين واجتمعنا هنا بسببهم المذكورين اسمعهم ولم نذكر منهم تعلم بالخص صاحب الخول جد والبركة أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل العبشي أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه جنة برحمته والدينا ووالديه خاصة وأمة المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله ولا اله الا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك ومزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم من سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وعيد وصل وسلم على سيدنا محمد في الملا الى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الارض من عليها وانت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل وصل وتقبل ثم قرأناهم من القرآن العظيم وما هلنا من لا اله الا الله وما سبحنا من سبحان الله بحمده ما قلنا من قولي يا الله ما استغفرنا وما صليناه على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها نهديها ثوابا إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وترته وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسل المحاجر الله محمد بن عيسى وابن أبي الباس المبر والأستاذ الأعظم سيدنا البقي المقدم الحبيب محمد بن علي بعد المبر والمقدم الثاني عبد الرحمن محمد سقاب ثم إلى أرواح جميع الآباء على المكان شريكا هذه إلى مغرب ثم قبل عن فاس عبد الله عطاس بن علي بن عبد الله البراس ثم الى الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد ثم الى الحبيب احمد بن زين الحبشي ثم الى الحبيب علي بن محمد بن زين الحبشي والى ارواح كافه اولياء من مشارق الارض الى مغاربها ثم الى ارواح متقدم من هذه الحاره وهذه الجزيره وهذه البلاد من الابي علوي من العلماء والاولياء والصالحين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم وجناته برحمته ثم إلى أرواح من ذكرناهم في هذا المجلس وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم برحمته خصوصا إلى صاحب الخال جدنا البركة الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن عقيل الحبشي أن الله يغفر له ويرحمه ويسكنه جنة برحمته والدينا ووالديه خاصة وأمواتنا وأموات المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليه اللهم اجعله نورا يسعى ويتلألأ بين يديه اللهم اجعله فكاكا له من النار وعتقا له من النار وسترا له من النار وجابا له من النار وبراءة له من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم واجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ودخلنا الجنة مع الأبرار يا أجر برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ولما نظم الفكر من دار إلى أبصار محمد يوجدا توجهت إلى الله من توسل بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالعمل المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحت رحل فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار بكل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي كل سئر إرشادك الأهل ودارك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا بجميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشرب وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق بجميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المدابقين والكفار، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا بالعمل بطاعتك وصدق في ختمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام. بسم الله. الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pembacaan doa birrul walidain yang akan dipimpin oleh Al Habib Muhammad bin Abdullah Al Habsyi, fa alaihi falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما، وعثنا على اغتنام برهما وصناع المعروف لديهما، وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما عظاما وإكبارا، وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا.
اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به جوامع رضوانك ومواطن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وعمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وزي إصرارهم وارحم رحمة تنيرهم بها المضجع في قبورهم وتؤمنهم بها إلى يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حق انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا في حال صغرنا متعطفين اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنان التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا لنا راعين أفضل ما جازيت السعاة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم برهم أعظم ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا اللهم ابهب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك فيما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرونا فيه من حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجرنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اشتروا لنا وسعوا علينا والتف بهم في مضاجع البلا لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم ما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وما تحمله من التبعات ولا تلهقهم منا بذلك حوبا ولا تجعل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم كما سررتهم بنا في الحياة وسرهم بنا بعد الوفاة اللهم كما سررتهم بالحياة وسرهم بنا بعد الوفاة اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم لا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا بأسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونعتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الألواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا توقفهم منا على موضع الافتضاح بما نشتره بما نجتره من سوء الإجضراح اللهم ما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صليناه من صلاة فتقبلتها وعملنا من عمل صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فلميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منها أجزل من أقسامنا وسحمهم من ثوابها أوفر من سحامنا فإنك أوصيتنا ببرهم ونرسلنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المعمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم تقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبد الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki rangkaian acara selanjutnya yaitu pembacaan Manaqib Shahibul Haul yang dalam kesempatan ini akan dibacakan oleh Al-Habib Muhammad Hasan bin Hamid Al-Habsyi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Manaqibul Habib Al-Barakah Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwafiq lil abid wal mu'in lahum 'ala at-ta'ati wal 'ibadati wal fi'lil hamid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa 'azimina wa qurrati a'yunina wa wasilatina al-'udma ila rabbina habibina Muhammadin asy-syahid as-sa'id wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man iktafa atharuhum min yawmina hadha ila yaumil wa'id. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama udhkuru mahasina mautakum wa kaffu an masawihim. Nasabuhu radiyallahu an huwa al-habib as-sabir asy-syakir As-Sayyid Abdurrahman bin Abdullah bin Aqil bin Muhammad bin Aqil bin Muhammad bin Aqil bin Muhammad bin Aqil bin Hashim bin Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abi Bakar bin Ali bin Ahmad bin Muhammad Asadillah bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khaliq Qasam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Nagib bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wiladatuhu wa nash'atuhu radiyallahu anhu. Waladatuhu Ummul Hubaba As-Sabira Zainab bintul Habib Al-Abid As-Salih As-Saim Ad-Dahr Muhammad bin Ali bin Hasan bin Hamid bin Ali bin Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahib Al-Ratib Bihara 13 Ulu Am 1310 Hijriyah. Tawafa waliduhu wa huwa saghir wa nasa'a yatiman fi hijri walidatihi ma'a karimatihi Fatimah wa akhihi Aqil wa ta'allama al-Qur'an al-Karim wa huwa fi umrihi 5 sanawat. ومن بين معلمه السيد محمد بن حاسم بن طاهر وعبد المناب القاري. خروجه إلى حضرموت ومدة جلوسه وما حصل له هناك. خرج رضي الله عنه إلى حضرموت في سنه العاشر بطلب من حبيبه الحبيب علي بن عبد الرحمن المنور مع إخوانه أقيل بن علي المنور عمر بن عبد الله السقاف عبد الرحمن بن علوي بن شيخ السقاف أحمد بن حسن الحبشي محمد بن أحمد بن شهاب وأحمد بن حامد الحامد بسعف الحبيب عدوس بن حسن الحبشي ونسأ بها تحت حضانة ونظر سيد الحبيب القطب الرباني العارف بالله والدال عليه الإمام علي بن محمد بن حسن الحبشي وهو يحبه ومحبوب عنده وحامل من شفته إذا أراد الحبيب الغسلة وأمره بالغسل بعده في بركته الخاصة الفائحة بالدخون والعود وحصل منه الفتوح والمنو والرسوخ وصلاح الجسد والروح والبركة. واجتمع بأولاد سيد الحبيب وهم عبد الله محمد وعلوي والحبيب شيخ بن محمد الحبشي وبالعمرين الحبيب عمر بن محمد مولى خيله والحبيب عمر بن حامد السقاف. واجتمع بالحبيب العالم العلامة السيد أحمد بن حسن العطاس وحصل منه النظر والبركة. رجوعه من حضرموت بعد 4 سنوات تقريبا أمره جده الحبيب محمد بن عبد الرحمن بن محمد المنور بالرجوع إلى فلمبان لخدمته وظل يخدمه بالخدمة التامة لا أقل من 50 عاما. أخلاقه رضي الله عنه كان رضي الله عنه صابرا حليما حكيما
شديد الحياء والتواضع مقتصدا في جميع أموره وحالاته محبا للفقراء والمساكين واليتامى والأرامل والضعفاء ويواسيهم بالأفعال والأقوال ومحب الخيرات والصالحين وسعي فيهم. انتقاله إلى رحمة الله وتوفى رضي الله عنه عشية الثلوث 29 ربيع الأول 1404 هجرية في بيته المبارك ودفن عشية الربوع بجوار والدته الحبابة زينب بنت الحبيب محمد بن علي الحداد وزوجته اللباب فاطمة بنت الحبيب عمر المدهج والشريفة زهرة بنت الحبيب عثمان بن مهيا رحمه الله رحمة الأبرار وأسكنه الجنة دار القرار بجوار جده المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار واخلق علينا وعلى المسلمين وعلى معهده الرياض بخلف صالح آمين يا رب العالمين. لقد عاش رضي الله عنه 94 عاما يضيع الطريق بروحه الطيبة ونفسه الورئة ولسانه الشاكر الذاكر الرتب بذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدى الليالي والأيام. بشارته رضي الله عنه من شيخه الحبيب الإمام العلامة علي بن محمد الحبشي رضي الله عنه في بناء المعهد وقد بشره مولاه الكريم في أواخر أيامه الشريفة بعد إقامته بالحرمين الشريفين بقيامه معهد الرياض الشريف المبارك ولعله بإشارة من شيخه سيد الحبيب الإمام علي بن محمد الحبشي صاحب المولد رضي الله عنه وأرضاه أحسن الرضا وهو رضي الله عنه مؤسسه وناظره إلى آخر حياته. وأما تسمية معهده المبارك بالرياض فذلك لما ورد عن جده الحبيب العظم وسيد الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال حلق الذكر. وعنه أيضا إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة قال مجالس العلم. وقال بعضهم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم مجالس العلم ومجالس الذكر أن معناه هو مجالس الحرام والحرام مجالس الحلال والحرام. دعاء ختم المناقب للكتب الحبيب الحسيب النسيب الحبيب أحمد بن عبد الله العطاس رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية يا ذا الجلال والإكرام والعطايا العظام اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين واجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين وآمنا من الفزع الأكبر يوم الدين. اللهم حسن إيماننا بالتوفيق وزين أسرارنا بالتحقيق وارحمنا وعرهنا من المخالفة والإسيان واكفنا آفات الإعراض والتفريط والنسيان وارزقنا صدق التوبة وحسن الإنابة واجعلنا ممن رجع إليك فأكرمت معابه. اللهم اجعلنا بطاعتك عاملين وعلى ما يرضيك مقبلين وألبسنا ملابس الصالحين الصادقين ولا تحرمنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع شتات قلوبنا بحسن رعايتك ولا تطردنا بعيوبنا من ولائم كرمك. اللهم ارحم ذلنا بين يديك واجعل غربتنا فيما لديك. اللهم أجرنا من مكرك وزينا بذكرك واستعملنا بأمرك ووفقنا لشكرك واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا ما يتيسر لي أن ألقي إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki rangkaian acara yang ke-7 yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Mudir Pondok Pesantren Ariyat 13 Ulu Palembang yang dalam hal ini diwakilkan kepada Al-Ustadz Muhammad Syauqi bin Yusuf Asgab. Kepada beliau kami persilahkan. Uhayyikum bitahiyyatil Islam tahiyyata ahlil jinan wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah
Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Yang kami muliakan Habib Ahmad bin Ali Al-Kaf, Habib Abdullah bin Abdul Muttalib As-Seggaf, serta para siban orang tua kami yang berkesempatan hadir pada hari ini. Begitu juga Al-Ustadz Syaugi bin Abdullah Al-Kaf, Abuya Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman bin Syahab, serta para asatid dan alim ulama yang dari Palembang ataupun yang datang dari luar Palembang. Tadi kita dapat ada dari Bengkulu dan lain sebagainya. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bigudumikum. Selamat datang di Pondok Pesantren Ariyat 13 Ulu. Pada hari ini kita menghadiri satu acara tapi dalam 3 acara. Pertama, Maulid Nabi Muhammad SAW beserta hari jadinya atau hari ulang tahun Pondok Pesantren Ariyat yang telah dibangun dari tahun 1973. Sekarang ulang tahun yang ke-52. Yang ke-52. Ulang tahun yang ke-52. Dan juga pada hari ini kita mengadakan haul daripada muassis pendiri Pondok Pesantren Ariyat, yaitu Al-Habib Al-Barakah Jaduna Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Saya berdiri sini mewakili Mudirul Ma'had Abuya Hamid bin Umar Al-Habsyi beserta keluarga besar Pondok Pesantren Ariyat. Kami ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairul jaza, atas kehadiran antum sekalian pada acara mulia hari ini. Kedua,
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الشرف والدرجة محمد ومقام محمود بغفر لدي رحمه كما مسعف في الله صلى الله عليه Muhammadin wa alhamdulillah rabbil alamin. Dan juga mohon maaf kami juga ucapkan salam penghormatan buat semua tetamu baginda Rasul yang berkesempatan hadir. Tamu terus berdatangan sampai ke depan raminya. Tamu Rasulullah dan tamu juga daripada Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi. Kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran antum sekalian dan hanya Allah Ta'ala yang bisa membalas kebaikan atas kehadiran antum pada acara hari ini. Kedua, kami sebagai tuan rumah memohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan di sana sini, mungkin dari segi tempat dan lain sebagainya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari penempatan dan juga mungkin panas. Kita juga minta semoga berkah daripada maulid ini agar Allah Ta'ala turunkan hujan rahmat untuk kita. Tapi kaget malam bela kalau bisa. Dan yang ketiga, kami juga ingin memberitahukan insya Allah setelah ini kita akan menampilkan drama dari santri Pondok Pesantren Ariyat mengekspresikan tentang fitnah akhir zaman yang sedang terjadi. Apa judulnya? Kakek jingok langsung bela. Kalau tahu sekarang tidak lama ada seru. Jadi kakek jingok langsung. Setelah ini akan ditampilkan oleh santri Pondok Pesantren Ariyat. Sekian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kepada Allah Al-Fakir mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Muhammad Syaugi Assegab atas kata sambutannya. Ayuhal habaib wal asatid wal hadirin yarhamni wa yarhamkumullah. Sebelum kita melangkah ke rangkaian acara yang terakhir, mari sama-sama kita saksikan penampilan drama ilmiah yang akan ditampilkan oleh santri Pondok Pesantren Ariyat 13 Ulu Palembang. Kepada mereka waktu dan tempat kami persilahkan. Set. Sebuah kisah yang berasal dari luapan gemuruh hati demi menyucikan kilau permata yang ternodai. Perjuangan demi menjaga nasab insan mulia yang dicintai dipersembahkan kepada penonton yang dirahmati. Pondok Pesantren Ariyat mempersembahkan sebuah drama Islami yang diperankan oleh santri terpilih Pondok Pesantren Ariyat 13 Ulu Palembang dengan mengangkat sebuah judul Cahaya Abadi. Sebuah motivasi dakwah Islami demi menggapai ridho Rasul dan Ilahi. Sebagai Abah Haji Randy Francisco, sebagai istri Abah Haji Putra Armada, sebagai Habib Abdullah Qadri, sebagai Cukong Akila Rafa, beserta kawan-kawan, selamat menyaksikan.
Tersebutlah di dalam satu kampung bernama Temban, seorang syekh ternama yang kerap disebut sebagai Abah Haji tengah memberikan ceramah pada acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyiral hadirin wal hadir hamdiwakumullah. Sekarang kita sedang berada di bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni di bulan Rabiul Awal. Maka daripada itu kita kudu mencintai daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kudu mencintai mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kudu mencintai zuriat-zuriatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Karena apa kata Allah? In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, maka ikutilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Mungkin hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah menyalami dan menciumi tangan Abah Haji. Akan tetapi setiba para jamaah melihat sosok Habib yang turut serta dalam acara tersebut, mereka pun pergi menyalami sang Habib dan meninggalkan Abah Haji. Melihat kejadian tersebut, Abah Haji pun sakit hati dan merasa kecewa dengan apa yang terjadi. Mukanya memerah, lalu ia pulang ke rumah. Di dalam kemarahannya, Abah Haji pun masuk ke dalam rumah, kemudian mengadukan keluh kesahnya kepada istrinya di rumah. Abah kenapa? Ini Atumi, Abah teh mau ngomong. Hidup kita teh susah, hutang nah oge, kumaha ya Tumi? Gak usah dipikirin lah, itu Abah. Ini kita teh mau menghidupi kehidupan kita, hutang di mana-mana. Abah merasa nggak enak karena hutang ini. Mana Abah tadi sakit hati pas di acara. Kenapa tuh Abah? Ini Abah kan kiai senior nan sepuh. Orang sudah tahu Abah terkena di mana-mana. Ada satu Habib baru. Jamaah lupa sama Abah nih. Abah? Bentar atuh Abah. Umi teh heran. Umi teh bingung. Emang teh Abah terkenal atuh? Hah? Abah terkenal? Enggak tuh Abah, Umi kan cuman bercanda. Sudahlah Abah, masalah itu mah gak usah dipikirin. Abah teh kudu banyak istirahat. Suatu Abah, Umi antar ke kamar. Ternyata obrolan ini didengar oleh kedua anak buah Cukong yang tidak senang dengan Habib lantaran ia berani menentang programnya. Mereka pun mengadukan hal ini kepada Bos Aseng.
Ayah, kepala gue pusing oh. Amsyau ah. Uang tak ada, cuan pun juga tak ada. Lopa kena gue gak berjalan lancar oh. Mana nih Abah Haji? Ini gue harusnya anak gue. Sopo, Jaro. Siap bos, ini apa? Ayah, kepala gue lagi pusing oh. Lopa kena gue gak berjalan lancar. Kalau masih ada Habib, masih muka kedok lopa kena gue. Lu dua orang punya rencana? Enek tenan bos, apik tenan rencanane. Iso jadi wong sugih bos. Intine tuku mobil, tuku masih mewah, dan iso rapi meneh. Tapi udah aku sih ngomong, konco aku iki sing ngomong. Bos, aduh Syekh, lagi saro, buntu, banyak utang pula. Kalau gitu, ngelola dia. Tunjuk duit, kita adu domba ke dengan Habib. Laju, masyarakat sana benci kalau sama dia. Barulah dalam program kita. Cuan, cuan, cuan. Ayah, ide lo boleh juga. Lo orang-orang sekarang panggil tuh Abah Haji ke rumah gue. Biar gue yang bagi kata-kata. Dengan ini, timbullah niat jahat bos Aseng untuk menghasut Abah Haji. Setelah pembicaraan tersebut, bos Aseng dan anak buahnya pun mengundang Abah Haji untuk menemui mereka. Dan akhirnya, Abah Haji pun datang menemui bos Aseng. Ayah, weda to henyun, iki devotion le, gaisi de ala boren. Bos, ya. ada Abah Haji di tabo. Suruh masuk kan? Ayah. Abah Haji sudah datang kau. Masuk duduk aja. Ayah, udah lama tidak jumpa Abah Haji. Abah Haji sehat mah? Sehat atuh kok. Woi dengar, Abah Haji lagi susah. Abah Haji lagi banyak utang mah? Iya atuh kok. Kita di sini mau bantu Abah Haji. Biar Abah Haji hidupnya kita pengaki kok. Tapi kok gimana tuh caranya? Ayah, Abah Haji tuh tahu tidak bahwa Habib itu sebuah nasabnya terputus. Nenek moyang mereka diaman itu palsu semua. Nanti Abah Haji coba cari mah masalah cuan biar yang rusuh. Tapi kok saya teh bukan ahli nasab. Hai Abah Haji tak payah pusing. Biar dan anak-anak Pak yang ngasih masalah itu. Bagaimana Abah Haji? Kita udah sama-sama untuk Abah Haji dapat cuannya mah. Baiklah kok, saya juga akan mencari solusi untuk masalah ini. Hayya. Bagus. Jadi kita sepakat Abah Haji. Setelah negosiasi tersebut, Abah Haji pun pergi dan pulang ke rumahnya. Dengan perasaan riang dan gembira, Abah Haji pun menyampaikan kegembiraannya kepada sang istri tercinta. Sudah jam segini aja masih belum pulang-pulang. Aduh, di mana tuh Abah Haji? Itu belak. Sini. Itu belak. Mana Abah Haji? Kok nggak pulang-pulang ya? Umi. Aduh Abah, akhirnya pulang Abah. Duduk atau apa? Abah teh pulang. Dari mana aja tuh Abah? Abah teh dapat kabar gembira dari Pak Bos Aseng. Kabar apa tuh Abah? Kau senang banget. Ini katanya teh dia mau melunasi hutang-hutang kita. Alhamdulillah tuh ya Allah. Akhirnya tuh Abah ada yang mau melunasi hutang kita. Iya tuh Mit. Tapi kan Abah
Itu teh pasti ada syaratnya tuh Abah. Syaratnya teh cuma satu atuh Mi, kita disuruh mencari nasab palsu para habaib. Tapi kan Abah teh bukan ahli nasab. Masalah itu mah Umi nggak usah risau. Pak Bos Aseng juga sedang mencarikan solusinya. Abah teh juga ikut apa kata Abah aja ya. Ya udah, bentar lagi santri Abah bakal datang. Ya udah tuh Abah, Umi teh duduk dulu. Iya. Mohon Mbah Haji, aya naon ya kita dipanggil? Ini kita teh ada misi. Misi kita mencari cara bagaimana syekh-syekh pribumi itu dihormati. Masa kita kalah dengan pendatang-pendatang Arab yang gak jelas itu? Kita jadi ditinggal oleh masyarakat gara-gara mereka. Oh, betul itu Abah Haji. Masyarakat sepertinya tidak hormat lagi dengan Abah Haji. Kalau seandainya mereka masih ada, kasihanlah sama Abah Haji kita. Kan. Betul kan? Betul tidak? Betul itu. Ya udah, mari kita ke perpustakaan. Iya. Abah Haji dan muridnya pun pergi ke perpustakaan. Di dalam perpustakaan tersebut, mereka mencari sebuah kitab yang di dalam kitabnya tidak dituliskan nasab Ubaidillah. Ada apa? Oh ada, silakan masuk. Naon atuh? Atur mohon nak. Nah, ini dia teh kitab yang paling lama tidak menyebutkan Ubaidillah. Berarti mereka itu semuanya palsu. Walala. Besok Abah akan ceramah tentang ini. Betul itu Abah Haji. Oh alah ente ini betul-betul aja dari tadi. Gak ada salah-salahnya. Jadi pusing anak. Dari tadi omongan ente betul aja. Nenek anak kata kalau ente keseringan bilang seperti itu lama-lama jadi betul. Adiknya Samsul mirip dengan tuyul. Bisul. Betul. Adiknya Samsul mirip dengan tuyul. Bisul. Cok. Sungguh terlalu. Kalian ini ada-ada aja. Ya udah, kalian kembali ke kamar kalian masing-masing. Keesokan harinya, Abah Haji pun membuat sebuah forum dakwah untuk menghasut warga desa dan memfitnah Habib. Para jamaah mulai memasuki aula ceramah dan memenuhi ruangan. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Syekh Abah Haji Amit Atembani. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyiral hadirin wal hadirat yarhamni wa yarhamkumullah. Ketahuilah
bahwasannya orang-orang yang sering kita sebut dengan zuriat Nabi itu, ternyata mereka itu semuanya palsu. Tidak disebutkan di kitab Syajaratul Mubarakah. Maka daripada itu, janganlah kalian mau ditipu oleh mereka. Kalian paham? Mungkin hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ceramah Abah Haji semalam, ternyata video tersebut viral di media sosial, baik itu di desa Temban, dalam negeri, bahkan luar negeri. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat, sehingga kebanyakan dari mereka menjadi pembenci para habaib. Akan tetapi, di antara mereka juga masih ada yang bertahan dan membela Habib. Mana ya? Cek. Habib palsu yang kata Abah Haji kemarin. Ini Habib palsu nih. Ini nih. Benar ini Habib palsu ini. Is, gaya belagu. Juriat bukan. Dasar Habib palsu. Nah, Iqbar doang Ali. Kalau bisa penipu, busuk. Bentar. Aneh ada palsu nih. Cakep nih. Cakep. Lo Habib palsu, bukan juriat. Cuat. Astagfirullahalazim, ada apa dengan kalian? Kamu nanya ya. Siapa yang mempengaruhi kalian? Ini nih. Abah Haji amit-amit nih. Astagfirullahalazim, ada apa dengan Abah Haji? Sampai memfitnah nasab Ubaidillah, padahal itu sudah beratus-ratus tahun. Ya sudahlah, besok saya akan menemui Abah Haji. Assalamualaikum, Bib. Salam. Alah tuh, Bib. Ngomong mereka mah jangan dengerin. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka mah orang-orang bodoh. Mereka tidak tahu siapa Habib. Benar. Habib yang sabar atuh. Kita semua teh masih cinta sama Habib. Masih sayang sama Habib. Masih sering hadir dan duduk di majelis Habib. Intinya Habib yang sabar ya. Kalau begitu kami pergi dulu, Bib. Sebelumnya kepada mobil Pajero 1448 IN harap segera dipindahkan karena macet di depan pondok. Sekali lagi mobil Pajero 1448 IN harap segera dipindahkan. Setelah kejadian tersebut, dengan perasaan yang tak karuan, Habib pun bergegas pergi menemui Abah Haji di kediamannya. Bentar sini. Kita harus menemui Abah Haji. Assalamualaikum Abah Haji. Waalaikumsalam. Ngapain ente kesini? Cuman mau nanya, apa betul Abah Haji yang ngomong kemarin? Betul itu. Karena kalian itu semuanya palsu. Nasab Ubaidillah tidak disebutkan di kitab sejarah para ulama. Ada banyak Pak Haji kitab-kitab yang nyebutin nasab Ubaidillah. Sudah. Kalau memang ente berani, anak tantang besok di Padepokan untuk debat terbuka masalah ini. Berani kagak? Bismillah, saya siap demi menjaga kehormatan dan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah, besok kami tunggu di Padepokan. Keesokan harinya, diadakanlah sebuah acara debat terbuka
antara Abah Haji dan Habib yang berlokasi di Padepokan. Warga desa pun berkumpul menyaksikan acara tersebut. Akan tetapi Abah Haji tidak dapat hadir di acara tersebut sehingga menyebabkan posisi Abah Haji Amit Atembani digantikan oleh santrinya. Ladies and gentlemen, tukang batu, tukang semen. Kembali lagi bersama saya, moderator yang paling keren, seperti Superman. Pada hari ini, kita akan mengadakan perdebatan terbuka tentang nasab Ubaidillah. Pada kelompok yang pertama, kelompok yang mengatakan bahwa nasab Ubaidillah itu telah putus. Kelompok Abah Haji Amit Atembani dan para santri. Pada kelompok yang kedua, kelompok yang mengatakan bahwa nasab Ubaidillah itu masih ada. Kelompok Habib Mahdi dan para santri. Akan tetapi hadirin, kami selaku moderator memohon maaf dikarenakan Abah Haji Amit Atembani tidak mampu hadir di acara kita pada hari ini. Akan tetapi jangan khawatir, jangan risau, dikarenakan sudah ada 3 santri terbaik Abah Haji Amit Atembani. Silakan kelompok pertama menyampaikan pendapatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami berkeyakinan bahwa di dalam kitab Syajaratul Mubarakah yang dikarang sama Imam Fakhrul Razi, bahwasanya di dalam kitab tersebut tidak disebutkan nasab Ubaidillah. Maka dari sini berartikan nasab Ubaidillah sudah terputus dan tidak pernah disebutkan di dalam sejarah pernasaban. Yang lebih parahnya lagi, tidak ada kitab yang lebih tua dari kitab Syajaratul Mubarakah untuk menjelaskan autentiknya nasab Ubaidillah. Di dalam penyebutan nasab itu tidak bisa berpatokan hanya dengan satu kitab saja. Lagi pula kitab itu masih diperselisihkan antar para ulama. Jadi berpatokan hanya dengan satu kitab saja itu tidak cukup. Di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Al-Fakhri karya Az-Zarqani, bahwasanya pada abad ke-7 beliau mendeteksi anak dari Musa Al-Kazim ialah Muhammad Al-Khwaizir, sedangkan Muhammad Al-Khwaizir merupakan salah satu keturunan Rasulullah SAW di Yaman. Sehingga Ubaidillah yang sudah masyhur seluruhnya sudah pasti terdata. Dia itu mendata keturunan Musa Al-Kazim, tapi tidak menafikan keturunan Ubaidillah, sehingga daripada itu tidak berartikan apa-apa. Bahrul Muhit, Imam Zarkasi mengatakan bahwa nafi itu perlu dalil. Ketika ada yang mengatakan dan ada yang tidak mengatakan, maka yang mengatakan akan menjadi hujjah dan yang tidak mengatakan tidak berartikan apa-apa. Syaimat menggunakan usul fikih terbalik. An-nafi muqaddam ala, padahal yang tercantum di dalam kitab adalah al-musbit muqaddam ala nafi, terutama dalam nasab. An-nafi yalzamud dalil fihi madahib. Naam, yalzamud dalil. Maka ketika Syekh Amit menyatakan bahwa nasabnya itu perlu kepada dalil, dan yang disebutkan itu bukan dalil, mana dalilnya? Salah satu metode penetapan nasab ialah menggunakan data lama dan data baru, dengan catatan harus dari masa ke masa dan memiliki tanda tangan adil orang dari daerah itu. Di dalam kitab Asadul Alawi tidak menyebutkan sebuah nasab dalam suatu kitab, tidak memberikan hukum ketiadaan nasab itu kecuali apabila tidak disebutkan di dalam kitab yang lebih muktabar menurut ahli nasab.
Mana ada nasab yang ada tauqi udulul bilad. Yang kemungkinan ada seperti itu adalah nasab qoribah, bukan nasab ba'idah. Dalam kitab Sihahul Akhbar disebutkan alama yuqal dalam kitab lain jazm. Maka alama yuqal menjadi kuat jazmnya di kitab lain. Di antara para ulama yang menetapkan Ubaidillah adalah anaknya Ahmad bin Isa adalah Ibnu Hajar, guru pengarang Fathul Mu'in, Asyaqawi dan lain-lain. Akan tetapi landasan metode penentuan nasab menurut Syekh Amin adalah al-isnaddin dari perkataan Ibnu Mubarak. Tidak ada permusuhan antara penulis dan penyalin dengan Ubaidillah. Maka tidak ada alasan yang salah untuk isi kitab As-Sajaratul Mubarakah yang kami gunakan. Patut dicurigai nih penyalinan isi-isi naskah dari Ba'alawi untuk kepentingan tersambungnya nasab. Dan perlu kalian ketahui bahwasanya kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang kami pegang dan kami jadikan dalil ini sudah ditahqiq oleh Sayyid Mahdi Ar-Raja'i. Manuskrip yang lain juga dipegang oleh Syekh Ibrahim Mansur. Itu bukan hadis. Kalam Ibnu Mubarak ada di Muqaddimah Sahih Muslim. Dan terlebih lagi pula, Syekh Ibrahim Mansur itu sebenarnya Ba'alawi. Kalian menggunakan metodenya selama ini, akan tapi satu kesalahan kalian. Kalian melupakan kepada siapa isbannya itu kembali. Tadrisnya Sayyid Mahdi Ar-Raja'i ketika menukil perkataan Khalil Han, beliau mengatakan bahwa saya semua kitab referensi yang nomor 13 itu adalah kitab Sirajul Qulub dan beliau ikut memasukkan kitab Sajaratul Mubarakah ke dalam hal tersebut. Gimana? Apabila benar Ibnu Mubarak mengatakan al-istan minaddin, maka ketika kitab Sajaratul Mubarakah menghasar 3 isim anak Sayyidina Ali, Husain dan Muhammad, maka untuk kasus Sayyidina Ali dan Muhammad itu mana dalilnya? Akan tetapi kami ikut dalam konsep Syekh Iman dalam kitab Sajaratul Mubarakah bahwasannya Ubaidillah bukanlah anak dari Isa al-Muhajir, Fajri ibnu Toba Silsilatul Alawiyah. Tunggu sebentar. Jikalau Ubaidillah mengisbatnya harus dengan metode Abah Haji, maka Habib harus menggunakan metode juga biar adil. Jikalau tidak menggunakan metode, maka semuanya gugur. Dan jikalau metodenya tidak bisa dipakai, maka sahih isbat Ubaidillah. Jika Ali dan Husain bukan anak Isa al-Muhajir, maka Ubaidillah juga sama. Berarti kitab Sajaratul Mubarakah tidak akurat. Jika Sajaratul Mubarakah tak akurat, maka selesai teksnya Amit. Ya, selamat datang kebenaran. Para santri pun dibuat bungkam dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan ini terbukalah kedok busuk antara Abah Haji dan para cukong yang selama ini mereka sembunyikan. Ketahuilah para hadirin hadirat, ada niatan buruk antara Abah Haji dengan para cukong dan kami telah mengumpulkan bukti-buktinya. Masyarul hadirin rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita sering mendengar orang-orang yang mengaku mereka melangkah di belakang ilmu pengetahuan, berjalan di belakang penelitian. Akan tetapi justru mereka menyimpang dari kebenaran, seakan-akan para ulama yang kapabilitasnya jauh tinggi di atas mereka semuanya salah dan yang benar hanyalah mereka. Mereka mengatakan bahwa keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terputus. Para habaib yang mengaku nasabnya bersambung ke Rasulullah adalah dusta. Bahkan sampai-sampai ingin diadakan tes DNA. Padahal di sana berdiri para sahabat, berdiri para tabi'in, berdiri para imam mazhab, dilanjutkan para ulama yang mengakui tentang nasab yang bersambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tak ada satu pun yang mengingkari hal itu. Kalau sebenarnya siapa yang berdiri di atas kebenaran? Siapa yang melangkah di belakang ilmu pengetahuan? Kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasab. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap sebab dan nasab itu terputus di hari kiamat kecuali sebabku dan nasabku. Lupakah mereka
tentang hadis-hadis yang menjelaskan kemunculan Imam Mahdi yang merupakan keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak takutkah mereka dengan peringatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Isnatani finnas huma bihim. Ada dua perkara yang apabila ia melakukannya, maka ia melakukan amal orang kafir. Meski demikian, tidak menyebabkan ia keluar dari agama Islam. Akan tetapi, saking dahsyatnya ancaman yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, huma bihim kufur. Apa itu? Ata'nu fin nasab wa niyaha 'alal mayyit. Mencela nasab orang lain dan meratap atas terjadinya musibah karena murka terhadap takdir. Hadirin, jika hal demikian sesama saja dengan apa yang diancam oleh Nabi, lantas bagaimana dengan orang-orang yang mencela, menghina nasab yang bersambung ke Rasulullah? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga kita dari hal demikian. Allah bimbing kita untuk melihat kebenaran. Allah tuntun kaki kita ke jalan yang benar. أرضي مهلوءة أرضي حريري مسروقة العالم تعال ما نسأل الأيام بين الشمس الحلوة مرفوع الهمام تعالى أرضي مهلوءة أرضي حريري مسروقة أرضي صغيري مثلي صغيري أتونا السلام أتونا طفولي. Begitulah, tidak akan ada seorang pun yang bisa merusak nasab keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang akan selalu menjaganya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taibun aidun li rabbika hamidun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. تسعى للأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا علام أرضي محروقة أرضي حريري مسروقة أرضي صغيري مثلي Terima kasih kami ucapkan kepada santri Pondok Pesantren Aryad yang telah menampilkan drama ilmiah yang sangat mengesankan. Ayyuhal habaib wal asatid wal hadirin, yarhamni wa yarhamkumullah. Rangkaian demi rangkaian acara telah kita lalui bersama. Tibalah kita di rangkaian acara yang terakhir, yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Fadilatul Habib Abuya Umar bin Abdul Aziz bin Syihab. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم يا مجمل لا تحمل إن من عاداتك الجمال جمل الدنيا والأخرى
خلها تعبر سهالا اللهم أنت ولي نعمتنا وأنت القادر على طلباتنا وتعلم حاجاتنا فنسألك اللهم يا الله بحق محمد وآل محمد لما يسرت أمورنا ولما قضيت حاجاتنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa penutup tadi, berakhir pula lah acara kita pada siang hari ini. Segala kesalahan saya minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Laqad yurja li jarhi sayfin bur'un wala bur'an liman jarahu lisan. Apabila pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Namun apabila lisan melukai hati, di mana obat akan dicari. Sekian saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 4 orang, satu nampan 4 orang. Satu